نادي الاتحاد ومحمد صلاح ولم تتمم الصفقه. عشان نحن ما نتكلم كلام من فراغ، نتكلم على ثوابت موجوده امامنا. طلع رئيس نادي الاتحاد وقال انه بلغت بانه الميزانيه انتهت، وبعد ما الميزانيه انتهت تم التعاقد مع نيمار، وطلع كاسترو مدرب النصر ووضح انه بعد كده اعطونا ال 40 مليون وتعاقدنا مع لاعب. فهنا في فرق في الدعم ما بين الانديه واضح وثابت، وما حد رد على رئيس نادي الاتحاد وقال له كلامك غير صحيح. هذه يا ابو خالد عشان نكون احنا صادقين ونعالج المشكله. اديني فرصه ابو خالد، نعالج المشكله في عدم مساواه بين الانديه ادت او خلينا نقول هكذا الجمهور مقتنع. اوكي، الجمهور اللي يشوفه قدامه انه في عدم مساواه ادى الى احتقان، ادى الى رده فعل غير ايجابيه. طبعا نتفق الفرحه بخساره الهلال لا ما هي ايجابيه، بس حقيقه ابو خالد لازم نحط يدنا على الجرح علشان نعالج المشكله. اما نجيها كده ونجيها كده والله ما